عالم القهوة ده عالم جميل قوي، لذيذ رايق مختلف. بس لما بتيجي تختار مكنة قهوة كويسة مناسبة لبيتك أو لمكتبك الموضوع بيبقى صعب شوية. الاختيارات واسعة متفاوتة جدا في طريقة الاستخدام والوقت والأسعار. هل المكنة الأغلى أحسن؟ هتديني نفس نتيجة الكافيهات؟ استخدامها سهل ولا لأ؟ قصة اختيار مكنة القهوة المناسبة ده في حد ذاته موضوع وحدوتة محتاجة حلقة لوحدها. لما أعملها بإذن الله هحط لكم اللينك بتاعها فوق وتحت في الديسكريبشن. أما النهاردة فهنتكلم عن المكنة الجميلة دي من كافي لاف، وهي مكنة لتحضير الاسبريسو والكابتشينو واللاتيه. جميلة وسهلة جدا جدا في الاستخدام، وكمان المكنة مش غالية، اسعارها كويسة جدا. هحط لكم لينكات ليها في الديسكريبشن. والنهاردة هنتعرف على كل مواصفاتها، هنجرب نتائجها ونشوف كل مميزاتها وعيوبها، وهقول لكم برضو امتى بالظبط تكون هي الاختيار المناسب اللي يضيف لنهاركم لمسة جميلة بقهوة مظبوطة، وامتى ما يكونش الموديل ده هو الاختيار الانسب ليك. فمعاكم اسلام واهلا وسهلا بيكم في سولوبيديا. كافي لاف هي شركة بتاعت مكن قهوة بس، متخصصة في الموضوع ده، ما بتعملش غيره. والمكنة دي هي مكنة نص اوتوماتيكية مخصصة للاستخدام المنزلي السهل جدا. بتقدر تحضر بيها اسبريسو يعني قهوة سادة خالص، او كابتشينو قهوة مع الحليب مع طبقة كبيرة من الفوم الكريمي، او لاتيه قهوة بحليب اكتر وبرضه طبقة من الفوم الكريمي. واهم حاجة بتميز المكنة دي هي انها بتعمل كل الحاجات دي بنفس المقادير ونفس الجودة كل مرة، لان مفيش تدخل كبير منك في عملية تحضير القهوة. هي اللي بتظبط درجة الحرارة، كمية الاسبريسو، كمية الحليب، نتيجة التفويم، وكل حاجة. انت مش هتقعد تفوم بنفسك ومرة تفوم حلو ومرة نص نص، مفيش الكلام ده. كل اللي مطلوب منك انك تحط البن في البورت فلتر لغاية العلامة دي، وتحط الحليب وتختار مشروبك، وبس كده. هي بتكنترول كل حاجة وتدي لك نفس النتيجة المظبوطة كل مرة. كمواصفات فالمكنة دي مكنة 20 بار قوية جدا، بتيجي بديوال بويلر او غلايتين منفصلتين للحليب وللقهوة، فمش محتاج بقى ان هي تبرد وتسخن في النص بين التفويم والاسبريسو. جسمها كله مصنوع من الستانلس، فيها دريبنج تري او درج تنقيط كبير بمؤشر بيظهر لما بتتملي، وتحته فيه رف تنقيط صغير تاني للكوبايات الكبيرة. تانك المية 1300 ملي والحليب 700 ملي، وتقدر تشيله بالحليب اللي جوه التلاجة زي ما هو عشان ترجع تستخدمه تاني بعدين. المكنة فيها شاشة توضح الإعدادات الحالية ودرجة الحرارة والوقت، وأجمل حاجة إن فيها زرار منفصل وواضح لكل مشروب. بلمسة واحدة تقدر تعمل اللي انت عايزه بدون حفظ أو تفكير، اسبريسو، كابتشينو، لاتيه، سنجل او دبل. وكمان فيها الاوبشن انك تعمل حليب متفوم فقط بدون قهوة، للشاي بلبن بقى، للهوت شوكليت، زي ما تحب. المكنة كمان بتقدر تبرمجها او تغير في اعداداتها وتظبط قهوتك على مزاجك، وهعمل لكم فيديو منفصل لطريقة برمجتها باذن الله. بس اللي مهم نعرفه اننا نقدر نظبطها ونختار من 3 اعدادات مختلفة لدرجة الحرارة، ونقدر نتحكم بالظبط في كمية القهوة وكمية الحليب والنسب ما بينهم، ونثبت 6 اعدادات مختلفة جاهزة لكل مشروب من مشاريب القهوة على ال3 زراير دول. وباضافات بسيطة كمان تقدر تعمل بقى كل مشاريب القهوة الجميلة التانية، سبانيش لاتيه، موكا، فرابتشينو، افوكاتو، سواء ساقع او سخن، كل الاوبشنز متاحة. المكنة فيها كمان اوبشنين مهمين جدا جدا لتنظيف كونتينر الحليب بشكل تلقائي. اوبشن للتنظيف السريع تقدر تستخدمه وانت سايب الحليب جوه الكونتينر عادي، عشان تقدر بعد كده تاخد الكونتينر وتشيله في التلاجة. واوبشن تاني للتنظيف العميق للكونتينر بكل اجزائه بالكامل. فدي باختصار اهم مواصفات المكنة، مش باختصار قوي يعني. وطبعا بيجي معاها كتالوج باللغة العربية، ومعاها شوية اكسسوارات بسيطة، البورت فلتر اللي هو الدراع ده، ومعاهم 2 باسكت مضغوط، واحد دبل والتاني سنجل، وكونتينر الحليب والقاعدة بتاعته والغطا بتاعه، وفي خرطوم داخلي زيادة للحليب بنشيله على جنب. وبعد ما اشيل كل لزق من المكنة هنلاقي جوه التانك في المكيال ده، من ناحية بحط بيه البن، ومن الناحية التانية هو تامبر او مكبس بنساوي بيه سطح البن ونضغطه شوية جوه الباسكت، وبس كده. فتعالوا نشوف دلوقتي بتشتغل ازاي وايه نتائجها، وبعدها هنتكلم اكتر عن كل المزايا والعيوب وهتكون مناسبة لمين اكتر. عشان احضر اي مشروب قهوة عموما لازم يكون عندي بن مطحون خشن مش بن ناعم. لو مطحون جاهز بيكون مكتوب عليه ان هو الاسبريسو، او عليه العلامة دي اللي شبه البورت فلتر، او العلامة اللي شبه الموكا بوت، ممكن برضو ان انا استخدمه. المهم ان البن ده ما يكونش مطحون للقهوة التركي ولا عليه العلامة دي.
ولو بجيب البن من محمصة فبطلب ان هو يطحنه بدرجة خشنة مناسبة للاسبريسو او البورت فلتر، وعادة بتكون الدرجة دي ما بين 5 و7 درجات حسب المطحنة نفسها. بدوس على زرار التشغيل واسيب المكنة تسخن، تاخد حوالي دقيقتين تقريبا. ولو هعمل فنجان كبير هستخدم باسكت الدبل، لو فنجان صغير هستخدم باسكت السنجل. بفكه بمعلقة او باي حاجة، بيتفك وبيتركب بالضغط كده. والمهم ان انا مملاش الباسكت ده قوي بحيث بعد ما اساوي البن واضغطه بالتامبر ده ما يكونش البن اعلى من العلامة دي، علامة ماكس. وبركب البورت فلتر بان انا احطه عند العلامة دي، ازقه لفوق والفه لغاية ما يوصل للعلامة دي. بيكون ناشف شوية، ده طبيعي جدا وكده تمام. لو هعمل اسبريسو مش مطلوب مني اي حاجة تانية خالص، ضغطة واحدة بس هنا هتبدأ المكنة تشتغل على طول عشان تحضر الاسبريسو. هنلاحظ دايما في تحضير القهوة المكنة بتشتغل وتقف شوية وترجع بعد كده تشتغل تاني، فاصبر عليها لحد ما تخلص. الخاصية دي اسمها البري انفيوجن، وهي خاصية كويسة موجودة في معظم مكن القهوة المحترم. لو عايز تفهمها اكتر في شورت فيديو عملته عنها قبل كده هسيبه لكم فوق وتحت في الديسكريبشن. والنتيجة زي ما شايفين سنجل شوت اسبريسو بوش كريمي كويس جدا جدا. ده كده سنجل شوت 35 ملي، طعمه كويس متوازن، درجة الحرارة مظبوطة، هايل جدا. دلوقتي لو عايز احضر فنجان اسبريسو دبل شوت فاستخدم باسكت الدبل، بياخد بن اكتر شوية برضه لحد العلامة دي مزودش عنها. وبدوس مرتين على زرار الاسبريسو زي كده فهيبدأ ينور باللون الاخضر، وبرضه هنلاقيه بيعمل بري انفيوجن. وهلاقي كمية القهوة اللي نزلت اكتر شوية 70 ملي. ودي النتائج. وزي ما قلنا اقدر اغير في كمية القهوة السنجل والدبل، اخلي حاجة منهم ريستريتو التانية لونجو زي ما احب. والنتيجة بشكل عام هي نفس نتيجة الاسبريسو المظبوط اللي ممكن تاخده من اي كافيه محترم. بس اخدت بالي ان تنظيف البورت فلتر بالخبط مش سهل قوي لان الباسكت كله ممكن يطلع احيانا، فالاحسن تنضفه بالحنفية تحت المية عشان كمان الدنيا ما تتبهدلش قوي. اما دلوقتي فتعالوا نجرب الكابتشينو. في موديلات مكن قهوة تانية كتير بيكون فيها دراع للتفويم زي كده، وكتير من الناس ما بتعرفش تستخدمه للاسف، ولا عندها خلق ان هي تحاول كتير، مرة التفويم يبقى تمام ومرة نص نص. فالمكنة دي اسهل بكتير في القصة دي تحديدا. بتحط اي كمية حليب جوه كونتينر الحليب، المهم انها ما تقلش عن المينيمم اللي هو 100 ملي، ولازم تقفل اللوك اللي ورا. وقتها بس زراير الكابتشينو واللاتيه هتنور، لو اللوك مش مقفول هتلاقيهم مضلمين ومش هتقدر ان انت تستخدمهم. هنحط الفنجان ونظبط دراع الحليب في اتجاهه، ولو ضغطنا ضغطة واحدة على كابتشينو هنعمل كوباية صغيرة بسنجل شوت حجمها التوتال 170 ملي تقريبا. اما لو ضغطت مرتين هعمل دبل شوت حجمها 285 ملي، ودي طبعا الاعدادات الديفولت اقدر اغيرها لو حابب. بما اني المرة دي بستخدم الباسكت الدبل هضغط ضغطتين على زرار الكابتشينو ينور باللون الاخضر، والمكنة هتظبط كل حاجة. هتبدأ بالحليب والفوم الاول، وبعد ما تخلص هتبدأ تخمير الاسبريسو. ودي النتيجة شكلها تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. النص اللي فوق تقريبا كله فقاعات هواء، اما النص اللي تحت فهو مايكروفوم كريمي وجميل ولذيذ جدا. لو هقارنه بالكابتشينو اللي ممكن اجيبه من اي كافيه نتيجة جميلة ومتقاربة جدا، بس الكافيهات القوية المحترمة نتيجتها هتكون احسن، الباريستا المحترف هيكسب اكيد. لكن بالنسبة للقهوة في البيت عملتها من غير ما اخد كورسات باريستا، النتيجة حلوة جدا جدا. مادام كل مرة هاخد نفس النتيجة دي من غير ما افوم واظبط القهوة بنفسي فانا مبسوط جدا. نيجي بقى لللاتيه. اللاتيه عادة زي الكابتشينو بالظبط، لكن نسبة الحليب فيه اكتر شوية. يعني فنجان اللاتيه العادي هنا بيكون حجمه 340 ملي، وبنستخدم معاه باسكت سنجل شوت. ضغطة واحدة بتعمل لاتيه سنجل. وعادة المفروض يكون كمية الفوم من تفويم الحليب أقل شوية في اللاتيه من الكابتشينو، لكن في مكن القهوة المنزلي ده نتيجة التفويم بتكون واحدة في الحالتين. مش هتقدر المكنة ان هي تعمل فرق في قوام التفويم زي ما الباريستا المحترف بيعمل، فهي بتغير بس نسبة القهوة للحليب مش أكتر.
وهي دي نتيجة السنجل لاتيه. الفوم برضو عالي جدا، نصه هوا والنص التاني فوم كريمي، شبه الكابتشينو جدا بس النسب مختلفة تماما، واعتقد كمان فرق اللون باين، الكابتشينو اغمق شوية لكن طعمه متوازن وجميل جدا. اما اللاتيه الدبل فمحتاج مج عملاق، هنشيل الدريبنج تراي اكيد واسيب الرف الصغير اللي تحته بس، ونبدأ باننا ندوس ضغطتين على زرار اللاتيه. تقدر طبعا في اي وقت انك توقف اي عملية تحضير في النص لو حسيت ان الكوباية صغيرة وهتبهدل الدنيا زي كده. فلو وقفت تفويم تقدر تكمل الخطوة اللي بعد كده بنفسك بانك تعمل دبل اسبريسو عشان ما يحصلش نفس الموقف ده بالظبط. والنتيجة 425 ملي لاتيه، معظمه فوم لكن جميل جدا، ومقارنة باللاتيه اللي ممكن اخده من اي كافيه محترم لا زال الباريستا اللي في الكافيه هيكسب اكيد. لكن كنتيجة لاتيه في البيت بدون عناء بدون تعب حلوة جدا جدا، نتيجة هتحب ان انت تشربها كل يوم. اما لو عايز اخد حليب متفوم بس بدون ما اعمل قهوة، اعمل بقى هوت شوكليت مثلا، فهجيب الكوباية بتاعتي فيها شوكولاتة مبشورة جميلة زي دي، احطها واضغط على زرار الكابتشينو لمدة 3 ثواني لحد ما ينور ويطفي باللون الاخضر. فتبدأ وقتها على طول المكنة ان هي تفوم الحليب، ولما اخد الكمية اللي انا عايزها هدوس مرة كمان على نفس الزرار، هتوقف على طول. اهم حاجة الشوكولاتة تكون نوع مناسب، دارك شوكليت مثلا من نوع كويس، وقتها النتيجة بتطلع روعة، هوت شوكليت جميل جدا جدا. ونيجي بقى دلوقتي لأهم نقطة بعد تحضير أي مشروب، وهي مرحلة التنظيف، وهي خطوة مهمة جدا جدا، لأن لو الحليب اتركن ونشف جوه الكونتينر تكرار الموضوع ده فعلا هيكون مأساة. فلو لسه فاضل حليب جوه الكونتينر وهتشيل الكونتينر بالحليب بتاعه جوه التلاجة، هتحتاج بس وقتها انك تشغل دورة التنظيف السريع، بتسيب الكونتينر بالحليب راكب زي ما هو، وهتضغط على زرار اللاتيه لمدة 3 ثواني. هتبدأ وقتها المكنة تطلع المية من دراع الحليب جوه الكوباية، لكن الحليب هيفضل جوه زي ما هو. الموضوع ده بياخد اكتر شوية من دقيقة تقريبا، وبعد ما تخلص تماما تقدر تفك الكونتينر وتشيله بالحليب اللي فيه جوه التلاجة يوم يومين زي ما تحب. المهم تأكد قبل ما تستخدمه ان الحليب لسه سليم. اما لو الحليب اللي في الكونتينر خلص وعايز بقى تنضف الكونتينر كويس، فهتفك الكونتينر تشطفه كويس جدا بالمية وتملاه بالمية وترجع تركبه تاني. شغل وقتها دورة التنظيف السريع الاول، وبعد كده هتبدأ دورة التنظيف العميق. نضغط باستمرار لمدة 3 ثواني على زرار الكابتشينو. بنحط كوباية كبيرة تحت دراع الحليب، والدورة دي بتبقى أطول شوية حوالي دقيقتين تقريبا، وبتنضف التانك كويس جدا بكل أجزائه. وعلى فكرة كمان كونتينر الحليب والغطا بتاعه الاتنين ينفع يستخدموا في غسالة الأطباق، لكن تانك المية الخلفي ما بيخشش غسالة الأطباق. لو حبيت تنضفه ممكن بس إنك تستخدم المية والصابون. وبالمناسبة كل عمليات التنظيف دي ملهاش أي علاقة بعملية الديسكيلينج أو عملية إزالة الترسبات اللي هي دورة التنظيف بالمحاليل الحمضية اللي بتتعمل لمعظم مكن القهوة. إزالة الترسبات أو الديسكيلينج دي ليها طريقة تانية خالص، هعمل لكم فيديو منفصل ليها بعد كده بإذن الله. تعالوا بقى كده نلخص كل مميزات وعيوب المكنة دي بعد ما جربنا كل حاجة فيها، واقول لكم رأيي هتكون مناسبة لمين ومش مناسبة لمين بالظبط. كمميزات زي ما شفنا المكنة سهلة جدا في الاستخدام ومش معتمدة على شطارتك ولا خبرتك في تحضير القهوة، ومع ذلك فيها بعض الاوبشنز اللي ممكن تبرمجها عشان تظبط القهوة على مزاجك وعلى ذوقك. برضه فيها تقدر تسخن الحليب وتفومه بدون قهوة خالص، والتفويم فيها نتيجته كويسة من غير اي مجهود، من غير بقى ما ادخل هوا ولا اعمل دوامات ولا كل الكلام ده. وفيها نظام كويس لتنظيف كل اجزاء كونتينر الحليب، وفيها كمان نظام لتنظيفه حتى وهو جواه الحليب عشان تقدر تشيله في التلاجة زي ما هو وترجع تستخدمه تاني. اما بقى بالنسبة لعيوب المكنة دي، ففي رأيي بتاخد وقت نسبيا على ما تسخن، حوالي دقيقتين تقريبا، وحتى بعد ما تخلص تحضير قهوتك بتاخد شوية وقت عشان تنضفها. وكمان البولت فلتر فيها معمول عشان يتنضف احسن تحت المية مش بالخبط. ورغم ان نتائج التفويم فيها كويسة وثابتة كل مرة، لكن التفويم المانيوال لو اتمرنت عليه كويس بيديلك نتائج اظبط بكتير. وعشان كده في رأيي المكنة دي مناسبة جدا لأي حد عايز فنجان قهوة قوي ومظبوط لكن بدون تعب او عناء، وخصوصا لو ما عندكش مشكلة في الوقت انك تاخد 7 ل 10 دقايق في تحضير القهوة وتنظيف المكنة بعدها. فوقتها هتبقى مكنة كافي لاف دي
واحدة من أرخص وأنسب الاختيارات لاحتياجاتك. باختصار هي أجمل صديق للروقان والبعد عن وجع الدماغ، هتبقوا صحاب جدا. ولو عندكم أي أسئلة بخصوص المكنة دي اسألوني في الكومنت وهحاول أجاوب عليكم بإذن الله. لو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.